حاجات اراهنكم انكم متعرفوهاش في الهند. لو انت شخص بتقرف ما تتفرجش على الفيديو ده. كارني ماتا تمبل، معبد الفيران. المعبد فيه 20,000 فار، وانت فار واحد قادر يجريك القاره كلها. واللي عامله غانج سينج لكارني ماتا. كارني ماتا دي هندوسيه. تقول لك ايه بقى يا سيدي؟ ان الناس اللي ماتت بتتجسد تاني في فيران فبيرجعوا فيه، فالفار ده شخصيه مقدسه. وان كارني ماتا نفسها لما ماتت بقت فار. جرب كده تروح المعبد ده وتهش فار. جرب. هي الناس دي ما سمعتش عن مرض الطاعون؟ له في ذلك حكم والله. الهند فيها كميه متحولين جنسيا انتم مش متخيلين، وبيكون اغلبهم رجاله اتحولت لستات. ومش بس كده، ده عشان ياكل بيغني ويرقص. والمحكمه اصدرت بالاعتراف بنوع ثالث من الجنس في الوثائق الرسميه، وان الماده 15 تحظر التمييز على اساس الهويه الجندريه. السلام عليكم. ومش بس كده، ده الشذوذ كمان بقى مسموح. ان شاء الله تكونوا لسه فاتحين الفيديو اللي بعده. في الهند انت ممكن تتجوز من حيوان عادي، زي البنت اللي حبت كلب واتجوزته عادي جدا. تخيل تتجوز شجره. تخيلت؟ تعالى بقى بماخدك لارض الواقع. في الهند لغايه وقتنا ده عادي جدا يتجوزوا شجره، وان العروسه اللي بتتجوز شجره بتعتبر عروسه منحوسه، فلما تتجوز الشجره النحس بيتفك وبعد كده بيكسروا الشجره. والتقليد ده اسمه كومبا فيبا. والله شعب عنده حل لكل مشكله. مش لاقي راجل حبيبتي؟ تعالى جوزك شجره. انا بقول كفايه كده عليكم، واشوفكم الفيديو الجاي في بارت 2 باغرب حاجات هتشوفوها في الهند. فما تنسوش اللايك والفولو.